بُص كده البيانات اللي عندي دي، أنا عندي عمودين فاضيين، محتاج إن أنا أخفي العمودين دول من الجدول بتاعي. لو جيت ضغطت على الزرار اللي موجود عندي ده هنا ده، وضغطت عليه ضغطة بالشكل ده، هيبدأ يخفي لي كل الأعمدة اللي موجودة عندي. إزاي بقى إن أنت تقدر تعمل زرار زي كده بكل سهولة؟ أول حاجة هتعملها هتيجي عند developer وبعد كده visual basic وهتيجي عند insert وهتختار تاني واحدة، وبعد كده نبدأ نضيف الكود اللي هاسيبه لكم أسفل الفيديو زي ما إحنا شايفين كده. بعد كده افصل القايمة دي وتعالَ عند developer مرّة تانية واختار منها insert وابدأ اختار الزرار اللي إحنا شايفينه ده. بعد كده ارسم الزرار بتاعك في أي مكان أنت عايزه، وبعد كده هيظهر لك القايمة دي، حدد الاختيار ده، ده طبعًا الكود اللي إحنا حطيناه من شوية، قُل له أوكي. تعالَ كده بقى امسح أي حاجة موجودة عندك في الجدول مثلًا وليكن نمسح العمودين دول بالشكل ده، وتعالَ اضغط على الزرار اللي إحنا عملناه، هيبدأ يخفي لك الأعمدة طب لو حبيت بقى إن أنت تظهر الأعمدة اللي اختفت دي هتعمل إيه؟ تعالَ كده حدد الsheet بتاعك من فوق من هنا كده، وبعد كده تعالَ عند أي عمود اضغط كليك يمين واختار unhide هيبدأ يظهر معاك الأعمدة اللي إحنا خفيناها.